تعالوا نشوف عبير والقصة الحقيقية وراء أحداث إمبابة. وهل القصة دي ما كانش ممكن تعدي عادي من غير كل ما الأرواح دي تروح؟ هل لما مسلم يعتنق المسيحية أو مسيحي يعتنق الإسلام هل ده يقلل أو يكتر من شأن الدين من الأديان دي؟ هل ممكن ظاهرة فردية أو واحد يضيف للدين أو يقلل منه وهو دين الله سبحانه وتعالى؟ تعالوا نشوف مع بعض. إن الذين آمنوا طبعا معصوم المسلمين والذين هادوا اليهود والنصارى من آمن بالله والملائكة واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. النهارده معانا عبير أو أسماء محمد أحمد إبراهيم. أسماء محمد أحمد إبراهيم هي نفسها عبير اللي حصل حواليها كتير من الجدل في أحداث إمبابة. النهارده احنا مع مش عارفه اقول لك اسماء ولا عبير؟ اسماء ان شاء الله. اسماء ان شاء الله. احنا بعد اذنك بس عايزين نشيل النقاب ده عشان ما يقولكش ايه ده جايبين واحده تمثل انها عبير، فهنشيل بس يعني مش الطرحه، نشيل بس اسمه ايه؟ النقاب. النقاب لا مش قصدي الحته دي يعني. ايوه النقاب يعني بعد اذنك تشيليها عشان بس الناس ما ماشي ما تقوليش ان انا جايبه واحده منتحله شخصيتها. لا ما فيش. قولي لي طب انت هنا مش محجبه؟ ايوه. ليه بقى؟ ما هو لما جيت عملت الاجراءات بتاعت البطاقه فوقعت الاستماره في ايد واحد مسيحي وطبعا قطع لي الاستماره. تعنف في الاجراءات يعني؟ ايوه بالظبط كده، وتعنف ان هو ما يخلينيش اصور على الكمبيوتر ونزل لي الصوره اللي هي بتاعت البطاقه الاولانيه بتاعت المسيحيه. يعني الموظف كان مسيحي فما كانش راضي عن الموضوع يعني. لولا ناس طبعا في هناك ناس كويسه كتير طبعا وقفت معايا وساعدتني وخلتني مشيت الاجراءات يعني الحمد لله. هي الاجراءات سليمه يعني ما فيهاش اي حاجه من الاخطاء. لا انا بس بسالك عشان انا عارفه انك يعني انت جايه منقبه مش عشان اللقاء، انت جايه منقبه عشان انت منتقبه فعلا. ايوه انا في الحقيقه صح؟ ايوه طبعا. يعني بعد ما اشهرتي اسلامك او اسلمتي؟ أيوة خلاص من ساعه ما دخلت الدين الاسلامي خلاص لازم البس الزي الاسلامي. امتى دخلتي الدين الاسلامي؟ 23/9 كنت عامله الاشهار في الازهر. واحداث امبابه دي حصلت بدايتها كانت امتى؟ بدايه احداث امبابه 7/5. يعني انت اسلمتي بعد؟ لا انا اسلمت 23/9/2010. 2010 واحداث امبابه كانت 7/5/2011. ده بعديها ب8 شهور بالظبط كده. طب ده كتير قوي، اشمعنى؟ ما اللي حصل بقى ان في ناس كانوا عارفين يعني انا طبعا انا من اسيوط، من محافظه اسيوط، وجيت عشان اشهر اسلام فجيت مصر هنا اهو. فلما جيت مصر يعني رحت اشهرت اسلامي وقعدت هنا في قريه او في مكان يعني اسمه ورور تبع مركز بنها. فعشت يعني هناك واساسا تعبت وكنت في المستشفى طول الفتره اللي انا كنت فيها دهية. بس ففي واحد عرفني وراح دل عليا يعني. طب بصي عشان احنا النهارده مش عايزين حلقتنا تتفهم غلط، احنا النهارده ولا بنتكلم في اسلام ولا في مسيحيه. لان احنا في الاخر انا اقسم بالله العظيم انا بقول كده بجد مش عشان اعلام، الاثنين اديان ربنا ومش عايزين نعمل طائفه ان ده اسلام وده مسيحيه. انا هكلمك كمواطنه مصريه. ايوه. ايه اللي حصل؟ يعني انت كنتي مسيحيه وفي ناس كتير قوي قالت قصص كتير قوي. ناس قالت عبير دي متأجرة. لا اصل امن الدوله حاطط عبير دي عشان يعمل الفتنه. لا اصل عبير دي من النظام السابق فدخلت عشان تولع امبابه وتخلي الناس ما يفكروش. لا عبير فعلا هتتجوز واحد مسلم فعشان كده اسلمت. لا عبير قصص كتير قوي. ايه القصه الحقيقيه؟ لا هو موضوع هو الناس طبعا قالت كتير. لكن انا ما بعتب على كل واحد طلع عليا كلام وما شافنيش وما قعدش معايا. بالظبط. وبعدين موضوع ان انا عشان اسلم عشان اتجوز واحد، طب ما انا كان بايدي اتجوز واحد تاني انا وفي المسيحيه، لان جوزي كان طبعا في مشاكل عادي زي اي وحده وجوزي يعني امور عاديه يعني. متجوزه؟
أنا كنت متجوزة واحد مسيحي، أنا في المسيحية ومعايا طفلة واحدة، كانوا قايلين عليها معايا 3، أنا معايا طفلة واحدة. وجوزي اكتشف بعد كده إن عنده تخلف عقلي، والكاهن اللي جوزني قال لي يا عبير روحي ارفعي قضية بطلان عقد جواز على جوزك، وأنا بنفسي هروح أشهد معاه. كنت متجوزة واحد متأخر عقليا؟ ده ما عرفتش غير بعد الجواز طبعا. ازاي؟ ده اللي حصل. لا ما عرفتش غير بعد ما اتجوزت، وكمان انجبت مريم. لا قصدي دي ما كلمتيهوش قبل الجواز حتى؟ هو انا فتره الخطوبه كانت 15 يوم. ماشي. في 15 يوم ما اكتشفتيش انه؟ لا، لانه هو ما جاش عندي غير مره واحده. يعني انت اتجوزتي واحد وانت شفتيه مره واحده بس؟ مره واحده، وما كنتش عارفه قبل كده. لا. طب وليه؟ عادي، واحد دخل بيتي وقالوا لنا ان هو بيشتغل واهله ناس مرتاحين. عاوز ايه يعني؟ بس انه يبقى مرتاح. بس احنا ناس عاديين عايشين عادي. وحده بتلقي واحد مناسب عادي، اهلها بيحبوا ان هم واحد مناسب يعني. ولا واحد غني؟ لا مش شرط الغنى. طب ما ماشي، ما هو مبسوط معاه. يعني احنا عامه برضه اهل الناس ماديتهم مرتاحه. بس ايه الفايده؟ انا خدته على اساس انك اتجوزتي واحد ما تعرفيهوش. بالظبط كده. بس هي دي العادات والتقاليد بتاعتنا يعني. عادات وتقاليد. ان عيب يعني ما ينفعش ان انا اقول ده لا وده وده ينفع ده ما ينفعش. لا ما ينفعش. ما ينفعش. طيب بعد ما الكاهن قال لك ارفعي قضيه لبطلان عقد الزواج، لو كنت رفعتها كانت تحكمني المحكمه ان انا اسيبه واخد غيره. لكن انا ما رضيتش. وانا ما جيتش الاسلام عشان اتجوز واحد تاني، لا. انا دخلت الاسلام عشان حبيت الدين الاسلامي، وعشان هو الدين الصحيح. هو ده اللي انا خلاني ان انا اسلمت. وانا من ليا فتره، ليا اكتر من 7 شهور او 8 شهور من قبل معنى الاشاري ان انا عايزه اسلم، بس مش عارفه اعمل ايه. وبعدين احنا ناس صعايده وما اقدرش اطلع، ولا اخاف ان انا اطلع تحصل لي مشكله. لازم يكون حد معايا فاهم يساعدني الخطوه دي ايه ودي ايه ودي. تحصل لك مشكله ايه من اهلك؟ مش من اهلي يعني. قبل كده واحده بتقول لي طب لما انت عايزه تعلن اشهار اسلامك ما قلتش لي مثلا واحده من صحباتك؟ طب دي ست زيها ضعيفه، لكن لما يبقى راجل بيحميني وبيساعدني وبيطلع معايا ويبقى هو متولي الامر. يعني كان في راجل ولا مفيش؟ ايوه كان في واحد طلع معايا من بلدي، اللي هو انا يعني عرف ان انا عايزه اسلم وقال انا اقدر اساعدك. وهو اللي طلع معايا. لكن مفيش علاقه بينكم؟ لا مفيش اي حاجه. هو مجرد واحد عرف ان واحده عايزه تشهر اسلامها وعايز ياخد خير ياخد ثواب. لكن مش تتجوزوا؟ لا هو ان شاء الله باذن الله فيما بعد باذن الله يعني هنكتب رسمي ان شاء الله. لكن طيب في خطوات 1 2 3 لازم الواحده. طب يعني طالع معاكي بالبلد بس برضه في نيه الزواج؟ ايوه ان شاء الله باذن الله. يعني قصدي اقول ان فعلا الموضوع ان كنت تعرفيه قبل كده مش ما كنتيش تعرفيه؟ هو من بلدي، بقول لك من بلدي. يبقى زي ما عرفوش. طب وبالنسبه لجوازك ده بقى ايه؟ يعني انت كنت متجوزه مسيحي. ايه اللي حصل بقى دلوقتي كده بعد ما اشرتي اسلامي؟ لا بعد ما اشرت اسلامي خلاص. ينفع واحده مسلمه تتجوز واحد مسيحي؟ ما ينفعش. فانا رفعت عليه قضيه طلاق، والحمد لله اشكر ربنا يعني واحمد فضله. المحكمه حكمت لي وخدت فعلا وخدت خلاص حكم الطلاق، وطلعت البطاقه خلصت يعني. خلاص انا ما جيتش على زنت ولا هو. خلاص كده حكمت لي المحكمه. خدت الحكم 26/6 حكم الطلاق النهائي. خلاص ما فيش رجعه ثانيه. 26/6 2010 2011. يعني انت لما كنت في احداث امبابه دي كنت لسه على ذمه؟ كنت رافعه القضيه من 5/1. ايوه يعني كان لسه بس طبعا اجراءات المحكمه وبيبعتوا له واعلان ومش عارفه ايه وبييجوا والكلام ده. طب قولي لي انت سبتي اسيوط هربانه؟ هربانه من ايه؟ من اهلك يعني هربتي؟ لا. ما قلت لهم ماشي؟ انا ما قلت لهمش ان انا ماشي، بس هم عرفوا خلاص ان انا امشي. واهلي مش معترضين على الدين الاسلامي، ولكن يعني اهلي ناس كويسين وطيبين. وابويا قال لي يا بنتي انت عارفه دي طريق صح الله يسهل لك بيه. امي قالت لي انت انا مستعده اشيلك واتولاكي انت لابسه الطرحه وبتسجدي على الارض زي المسلمين. انا امك برضه. يعني اهلي مش مانعين، مش رافضين موضوع الاسلام ده نهائي. المشكله في العالم اللي حوالينا. هي دي بس احنا هنتكلم بصراحه. الراجل اللي طلع معاكي من البلد ده يعني تعرفيه منين؟ انت كنت متجوزه وقاعده مع جوزك في البيت ولا كنت منفصله؟ لا لما بتحصل مشكله بروح بيت ابويا وبرجع تاني والكلام. اللحظه اللي مشيتي فيها مشيتي من بيت ابوكي ولا من بيت جوزك؟ لا من بيت جوزي. من بيت جوزك. وكنت تعرفي الراجل التاني ده؟ انا اصلا كنت في معهد خطوط.
فبحكم المعهد اللي بدرس فيه فبروح وباجي كل يوم من الساعه 3 للساعه 5 اخر النهار. فالشخص ده اللي طلع معايا ده سواق عربيه عاديه يعني. بس فهو كنت انا بتكلم انا اتعرفتي عليه؟ لا هو ما تعرفتش عليه، انا كنت بتكلم انا وصاحباتي وهو طبعا السواق ده فبيسمع عادي. فبعد كده صدفت ان انا ركبت معاه بعد كده فقال لي انت عايز تعلن شهر اسلامي؟ قلت له ايوه بس انا يا ريت القى حد يقف معايا يساعدني. قال لي خلاص انا هسال وهشوف ولو قدرت ان انا اساعدك انا مش هبخل. طب ازاي بقى تطورت العلاقه بين مساعده لاشهار اسلامك لجواز؟ يعني عادي طبيعي ان انا لما اشرت اسلامي هتجوز، وطبيعي هو كشاب هيتجوز. فهو ساعدني من البدايه. ليه لا يعني؟ ايه المانع يعني؟ لا هو مفيش مانع. طيب ما هو انا شايف مفيش اي مانع يعني. انا بقولك ازاي تطورت العلاقه يعني فجاه كده قلتوا نتجوز؟ طلعنا من البلد الناس كلها عرفت ان دي اللي ساعدها فلان، سمعتك بقى خلاص. طيب طلعتوا، ايه اللي حصل يوم امبابه ده بقى؟ يعني يوم امبابه هو انا لما الناس دلت عليا انا كنت في اسيوط. فكانوا جايبيني على العباسيه في البطرخانه في العباسيه على اساس ان هم يعملوا لي ورق عوده للكنيسه تاني، على اساس ان انا عشرت اسلامي. فقول لا ده في ورق عوده وترجع تاني لكنيستك ولبيتك ولاهلك. مين اللي بيقول في ورق عوده؟ دي الجثث يعني او المتولين الامر الكهنه يعني. بس فقلت لهم خلاص ماشي انتوا شايفين كده خلاص. انت ايه اللي وداكي للكهنه؟ هو مين اللي قبض عليا او مين اللي خدني؟ لا انت مشيتي من اسيوط رحتي فين؟ جيت هنا علمت اشهار اسلامي وقعدت هنا في مصر. حلو. بقول لك في ناس دلت عليا عرفتني بعتت لي جواب للجثث. عارفه انت قاعده فين يعني؟ ايوه وجم خدوني، هم بعتوا لي اهلي اللي خدوني مش حد غريب. بتقولي لي ان انت اهلك موافقين على الاسلام ولكن لما جيتي مصر هنا جم عشان يرجعوا. هم ما كانوش يعرفوا في الاول، هم عرفوا بعد ما انا رحت الكنيسه بحكم ان هم اتكلموا معايا. يعني الموافقه اللي ادوها لك دي بعد الحكايه؟ بعد الموضوع. لكن قبل طبعا لا قال كده ما كانش يعرفوا. وجم بقى عشان ياخدوكي يرجعوا. وبعدين بس فانا كنت في اسيوط وبعدين نزلنا هنا زي ما قلت لك العباسيه هنا عشان نعمل ورق العوده دوت. فروحنا فنعمل ورق العوده فقال لا تروحي تطلعي لنا شهاده ميلاد. كنت موافقه على ورق العوده ده؟ انا ما معيش حد وما اقدرش ما معيش حد عشان استنجد بيه او يقف معايا. وراح فين الراجل؟ لا ما انا اتخذت منه ولا عارفه ان انا فين ولا انا عارفه هو فين. اتخطفتي يعني؟ بالظبط كده. طب ما تقولي يعني انت جيتي مصر مع الراجل ده وفجاه اتخطفتي. رجعت اسيوط تاني. جم من اسيوط خطفوك؟ خدوني ورحت اسيوط تاني وقعدت في كنايس واديره تبع اسيوط. حلو. طول فتره من 3 لحد 7. وعملوا ورق العوده ان انت عوده انك تبقي مسيحيه تاني؟ قالوا لي نعمل ورق العوده. فروحنا قال طلع شهاده ميلاد، طلعت شهاده ميلاد طلعت بعبير ومسيحيه. قالوا نعمل ايه؟ بطاقه. قلت ماشي نعمل البطاقه. فرحت اعمل البطاقه فطلعت في غلطه في وسيمه الجواز بتاعتي. فده اللي وقفت الموضوع. فقالوا عايزين نشوف لها مكان قريب لحد ما نصلح الغلطه اللي على الكمبيوتر ده وتعمل اللي هي البطاقه. قلنا انا ماشي. فلقوا المكان. غلطه في قسيمه الجواز ايه علاقتها بورق العوده؟ ما عشان اعملها لا ما عايزين بطاقه مسيحيه ومتزوجه. لان انا بطاقتي اساسا من ساعه ما خدت الدبلوم 2004 عاملاها انسه لحد انا ما عملتش بطاقه خالص غير اللي هي طلعت. هو لازم عشان تعودي المسيحيه تكوني متزوجه؟ لا طب ما انا كنت متزوجه. امال ايه الغلطه اللي ممكن؟ ما انا هطلع بطاقه جديده. فبقول ايه طلعها متزوجه على اساس ان هم لو مثلا حد من الاخوات المسلمين قال لا دي تبعنا لا ازاي وهي مثلا مطلعه بطاقه اهي ومتجوزه في 2011 ومتزوجه. فراحوا جابوني في امبابه. قعدت في امبابه حوالي 1/5 أو 2/5 كنت موجوده في امبابه. مين اللي وداكي امبابه؟ الكهنه اللي طالعين معايا من اسيوط واتصلوا اتصالات. ليه ودوكي امبابه؟ عشان مكان قريب من العباسيه يعني. عشان الورق يعني؟ عشان يخلصوا لي الاجراءات. حلو. بس فهم ضغطوا عليا في العباسيه ان انا اروح لان ياسين كان عمال يدور عليا اللي هو الشخص اللي طلع معايا من البلد كان عمال يدور عليا. فقالوا انت تروحي عايزين ياخدوني مركز او قسم شرطه اعمل بلاغ في ياسين ان هو خطفني وغصبني على الاشهار وخد بنتي ويعني ان هو هددني ببنتي عشان ان انا اشهر اسلام. فقلت لهم يا جماعه انا رحت وقرات وانا رحت الازهر مش ما رحتش انا رحت الازهر. قال لا دي الورقه بتاعت الازهر دي مزوره والكلام ده. قلت لهم لا انا رحت الازهر. فقال لا انت لازم تروحي وتعملي بلاغ في ياسين. قلت لهم ما اقدرش
واحد وقف معايا وساعدني اروح اضره ازاي؟ انا اللي رحت بنفسي، هو ما عملش معايا كده. فراح قال لي انت ما عملتيش، احنا هنعمل كده. فده اللي خلاني ان انا اتصلت بياسين. رحت اتصلت بيه وقلت ياسين ده يحصل كذا كذا كذا، خلي بالك. لحد قال لك انت تعرفها؟ قول انا ما اعرفهاش وما شفتهاش عشان ما يضرش هو. بس هو ده اللي خلاني كلمت ياسين. طب انت فين؟ قلت له طب انا في المكان الفلاني. انا فين بقى؟ في امبابه. فهو بصدفتها كان هو برضه نازل امبابه، كان نازله معاه الشغل ونازل امبابه. نزل يدور عليكي؟ هو نزل ماشي يدور عليا. نزل يدور عليكي ورايح متجه للكنيسه عشان لا هو ما يعرفش ان انا كنت في امبابه، هو عرف لما كان في المواصلات. مش قلتي له؟ مش بتقولي لي دلوقتي قلتي له انا في الحته الفلانيه؟ ايوه كان هو اصلا دخل امبابه عشان رايح نازله معاه الشغل في امبابه. فهو كان نازل بيسال عليا. فقلت له انا في المكان الفلاني. قال طب انت فين بالظبط؟ قلت له طب انا جنب كنيسه ماري مينا في بيت اسمه بيت يوحنا القصير. اعطيني اوضه في الدور الخامس. قال طب ينفع تطلع؟ طب ينفع تبص عليا تشوفيني؟ وقلت له ما ينفعش لان انا في اوضه ليها شباك على المنور، في اوضتين تاني في نفس الشقه اللي انا قاعده فيها بس شبابيك مقفوله. مش بطلع بره البيت. البيت 7 ادوار، انزل واطلع فيه زي ما انا عايزه، لكن الباب الاساسي تحت اللي طلعنا على الشارع لا ده مقفول، ما اقدرش. الشبابيك اللي على الشارع لا، حتى الاوض مقفوله، ما اقدرش ابص في الشارع. هو ده اللي حصل. فقال لي طب انا اعرف ازاي اخدك او اطلعك؟ قلت له بص ياسين، هي في حاجه ممكن احنا نعملها. هي قلت له ان انا ممكن اروح السجل المدني بتاع امبابه ان انا اطلع بطاقه جديده باني متزوجه. فهروح لما يقول ايه، انا لما باجي اطلع من مكان لمكان فبيبقى معايا كاهن وخادم او خادمين بيطلعوا معايا، مش بطلع وحدي. قلت له لما اقول يلا بينا تعملي بطاقه في السجل المدني متزوجه ايه، من مسلم؟ من مسيحي. لما انا مع المسيحيين يبقى زي يعملوا بطاقه متجوزه مع مسلم. ما انت بتقولي له الحل الوحيد ان انا اروح السجل المدني يعني؟ على اساس ان انا هروح معاهم ان يبقى ليه فرصه ان انا امشي ازوق منهم يعني. مش هتعملي كده فعلا يعني؟ انت بتقولي له حجه انك تطلعي بيها؟ لا مش بقول حجه، انا بقول له ان انا لما اطلع اتصل بيك تخليك متابع معايا عشان لما طبعا السجل بيبقى زحمه يكون قريب مني بحيث ياخدني يمشيني من المكان بسرعه. بس ما فوجئتش بقى غير لما لقيت صوت عالي تحت في الشارع وزعيق جامد. هو راح المكان اللي انت فيه؟ هو انا ما اعرفش هو راح ولا ما راحش، بس اللي انا عرفته بعد طبعا ما الاحداث وبحكم ان انا قعدت مع ناس واتكلمت معاها، هو راح مركز شرطه يعمل بلاغ ان مراته مخطوف في المكان الفلاني او في الكنيسه الفلانيه. بس هي مش بس انت مش مراته. بس بحكم ان هو واحد مسلم وانا انسانه مسلمه واخته في الاسلام. بس انت كنتيش مراته وهو قال مراته. احنا خدنا عهد على بعضينا او اتفقنا مع بعضينا ان احنا هنكون لبعضينا، يعني طبيعي ان انا هتجوز وهو هيتجوز. وهو اللي ساعدني. طب ما هو اولى. لا انا مش بهاجمك، انا بفهم الناس بس. ايوه ساعتها عشان انت بتقولي كنت لسه على ذمه المسيح لسه اتطلقتي، عشان بس كلامك ما يتفهمش انك اتجوزتي 2 مع بعض. لا فبوضح عشانك يعني. مش بهاجمك. ايوه انا فاهمه. فهو راح عمل بلاغ فمشوه. فحتى الضابط بعد كده دلوقتي حاليا بيسالوه انت ليه، ما هو فعلا ياسين جالك؟ قال ايوه جالي. طب انت مشيته ليه؟ قال من خطوره البلاغ. طب خطوره البلاغ تخليك تمشيه؟ حلو. مشي هو بقى راح الكنيسه عشان مشي. هو اتصل بمحامي والمحامي اتصل طبعا بالناس وطبعا اي واحد مسلم عارف ان في واحده مسلمه اعتنقت الدين الاسلامي محبوسه في كنيسه لازم يعمل كده واكتر من كده ان هو يدافع عني. بس هو اللي حصل ان كان في اذن بالنيابه للكاهن صاحب الكنيسه بتاعت ماري مينا بالتفتيش ان يشوفوا في فعلا واحده اسمها عبير طلعت محبوسه في المكان ده هي وبنتها ولا لا. طب ما هم طلعوا اذن نيابه اهو. ايوه مطلعين اذن بالنيابه. الكاهن قال لا ما عنديش حد ووقف وجايباه الكاميرا. طب انا عايزه اسال سؤال. اهو انا لما نزلت اصلا نزلت امبابه، لما نزلت امبابه قالوا لي لما دخلوا الكنيسه ما لقيوش حد، ده عشان انت كنتي في المبنى اللي جنب الكنيسه مش في الكنيسه. واللي انت ما تعرفوش ان انا طلعت مشوني في الشارع فتحوا لي الباب وقالوا لك امشي. قالوا لي خدي ولموا لي حاجتي حتى الصابونه اللي بغسل بيها وشي قالوا ما تسيبهاش، لو سبتيها يبقى في اثر ان انت كنت هنا. كل حاجه وبنتي. فتحوا لي الباب قالوا روحي احنا برأ من دمك. مشيتي ازاي بقى في الضرب ده ولا؟ انا ما اعرفش، انا ده كله ما اعرفش ايه اللي بيحصل في الشارع. واحده محبوسه ما اعرفش. طلعت كل اللي عملته ان انا ركبت توك توك من قدام المكان على اساس اتنقل من المكان. كان الضرب ابتدى ولا لسه؟ هو الضرب كان اللي انا عرفته كل عمال يقول احنا عايزين البنت بتاعت اسيوط تطلع. ماشي.
وبعد كده اللي عرفته ان ضرب النار حصل من جوه الكنيسه من الدور الثاني. يعني اللي ابتدى بضرب النار الكنيسه في الدور الثاني. وبعد كده مين اللي اخطا في الموضوع كله؟ هو انا السبب في الفتنه الطائفيه اللي انا اتهمت بيها؟ هو انا اللي موتت الناس اللي ماتت او الناس اللي اتصابت او الناس اللي ماتت؟ مين بقى في رايك الكاهن هو السبب. لان ك ضابط او لواء او عقيد او زي ما يكون رتبته وقف قدام الكاهن دوت وقال له احنا معانا اذن بالتفتيش على واحده اسمها عبير طلعت فخري، هي عندك؟ الناس قالت ان هي عندك. هو وقف وقال لا ما حصلش. ما انت ما كنتيش عنده فعلا بقى، كنت كان مشاكل. لما هو اللي حاططني في البيت اللي تبع الكنيسه، يبقى ازاي ما يعني؟ طب ليه هو السبب؟ ما هو الضرب ما ليه هو ابتدى، مش السبب؟ الكاهن اللي ابتدى ضرب. لا انت عندك عبير وانا واحده جت قالت لك عبير عندك واحنا عايزين. الضرب ما ابتداش كده، هو الضرب ابتدى ان في شله هم ما قالوش مسلمين ولا مسيحيين، هم قالوا ناس بدقون كتير توجهوا للكنيسه. ده الكلام اللي اتقال في امبابه اللي انا بدأ توجهوا للكنيسه عايزين عبير. تمام ماشي حلو. فالناس تخيلت ان الناس اللي متوجهه للكنيسه دي انهم رايحين يهجموا على الكنيسه، راح حد طالع من الكنيسه ضارب نار. فالكاهن كده ملوش دعوه. الكاهن ملوش دعوه ازاي؟ انا بقول لك اهو. ما انا بقول لحضرتك دلوقتي عبير عندك وواحد قال لك عبير عندك. حلو. دي تعمل ايه؟ بتقول مثلا هي الضرب او الاشتباك ازاي؟ ان الناس اللي بدقون دول كانوا رايحين على عايزه اقول انا طلعت الشارع ما لقيتش حد خالص. ما كانش فيه يعني ما انا لا كان في ناس كتير. لا يعني هل كان في فعلا شله بدقون متوجهين ناحيه الكنيسه يجيبوكي؟ لا ما كانش في حد خالص، ولا بدقون ولا جلاليب ولا ياسين. ما كانش معاه ناس تانية؟ لا ياسين حضرتك ياسين كان قاعد على قهوه والبوليس خده من على القهوه وداه مركز الشرطه ورجع ودوهم مباحث امن الدوله في الجيزه. وكانت الاحداث دي كلها حاصله في امبابه وكان ياسين في لكن ياسين ما خدش ناس وراح على الكنيسه. لا ما حصل. هو راح عمل بلاغ مش اكتر من كده. طيب ايه اللي خلى ضرب النار يبتدي من الكنيسه؟ يعني الامن عايز يفتش، والمسيحيين قالوا لا ده مكان عباده ما ينفعش ان هو التفتيش فيه. المسلمين قالوا لا ده في واحده لازم تطلع. فهو ده حصل هنا، حصلت هنا الاشتباكات ان دول ده مكان عباده ما ينفعش، ودول لا دي واحده مسلمه محبوسه لازم تطلع. هو ده اللي حصل. واحد بقى متزمت او مش متزمت من المسيحيين ابتدى ضرب النار، راح ده رد عليه. هو ده اللي حصل. لكن انا عمري ما هضر بلدي او اهلي. ايه اللي خلاكي يا عبير تفكري في الاسلام؟ ايه اللي خلاني افكر لو هو لو هو مش جواز؟ التوحيد والعفافه والطهاره والزي الاسلامي يعني لا يعني وانت في اسيوط وعايشه في مجتمع انا في اسيوط كله مسيحي يعني؟ لا نصه. لا احنا قريه عاديه ومسيحيين ومسلمين مع بعضينا بنزور بعضينا في الحلو وفي الوحش وكل حاجه. عارفه سوهاج واسيوط يعني فيهم نسبه قصدي مش قصدي يعني دايما اي مجتمع بيعيش في تقاليد معينه او حاجات معينه بياخد عليها وبيبقى يعني متعود عليها، وبيبقى صعب قوي يخرج عن الاطار اللي هو اتربى فيه. تمام ماشي. بس انت عرفتي حاجه ايه اللي غلط. خلاكي تفكري في الاسلام؟ اللي خلاني افكر في الاسلام ما بقول لك التوحيد ان لا مش قصدي يعني ابتدت معاكي الحكايه ازاي يعني؟ انا اصحابي كلهم مسلمين، بسمع خطب في الجامع يعني انت كنتي مسيحيه وبتروحي الجامع؟ لا مش بروح، بسمع خطبه الجمعه. احنا الجامع جنبينا، بسمع خطبه الجمعه. في رمضان بسمع. ما فيهاش حاجه انك تبقي مسيحيه وتروحي جامع، انا بروح كنايس يعني عادي. ماشي عادي مفيش مشاكل، بس بحكم ان انا يعني في اسيوط او في قريتي ما ينفعش. ما ينفعش. لكن كنت بسال اصحابي بنات زمايلي بشاورهم، بسالهم في دي ودي واعرف. وقررت تسلم؟ وهم كانوا عارفين ان انا عايزه اعمل الخطوه دي لكن ما يقدروش يساعدوني. ولا يوم ما طلعت من البلد ما يعرفوش ان انا رايحه اشهر اسلام. انا كنت بكلمهم عشان اخد منهم معلومه واعرف ايه الصح والغلط وده ايه وده ايه. لما مشيتي في شوارع امبابه رحتي فين؟ انا طلعت من المكان طبعا لقيت الناس مجتمعه والناس بتقول احنا عايزين البت بتاعت اسيوط والكلام دوت. كل اللي قدرت اعمل ان انا ركبت التوك توك ومشيت من المكان. بعدت شويه من المكان بس قعدت ارن على ياسين ان انا اقول له ان انا طلعت. طب انت فين؟ على اساس ان احنا متفقين. لقيت تليفونه غير متاح. لما بسال بعد كده في الاحداث اللي في امن الدوله بقى بالظبط كده، والتليفون طبعا بيتاخد والكلام ده كله. طيب وساعه ما فتحت لي الباب كان معايا رهبه بتطلعني
بيرن عليا التليفون فبفتح برد. بس هو كان في امن دوله ساعتها اصلا؟ كان ده انا كان بيرن عليا رقم غريب، انا ما بحبش ارد على ارقام غريبه. بس ارقام كتيره بترن عليا، ففتحت برد، فراح قال لي يا بنتي ردي عليا، معاك رئيس مباحث امن الدوله، انت فين؟ طب لما ما عملتش حاجه ورئيس مباحث امن الدوله طبعا ليه هيبه يعني. لا انت ما عملتيش حاجه، لكن احنا لسه في مجتمعنا مش مستعدين ان كل واحد حر. يعني فكره ان الدين حريه شخصيه ده لسه مش موجود في مجتمعنا. بس انا ولا اول واحده حضرتك عملت الحاجه دي ولا اخر واحده. كل اللي بيعرف الدين الاسلامي صح لا بصي مش عايزين نتكلم في اسلام ومسيحيه، يعني قصدي اقول ان انت لا افرضي دلوقتي يعني طب ما كذا واحده حصل، هي حره برضه. كذا واحده حضرتك قبليه اسلمت وعايشه في بلدها وسط اهلها وعادي، وكذا واحده بعديه وعادي، وناس كتير برضه بتحب الدين المسيحي وبتحترم. ماشي يعني قصدي هو انا عشان بقيت مسلمه او اعتنقت الدين الاسلامي هسيبه هلعن في المسيحيين؟ بالظبط، ده اللي انا بوصله لك، ان احنا عايزين نوصل لمرحله ان المفروض ان العلاقه مع الله سبحانه وتعالى دي تبقى حريه شخصيه. أيوة ولا ليها دعوه بمجموعات طيب ولا فئات زي ما حضرتك بتقولي ان الدين دي حريه شخصيه. هم عرفوا واحده اعتنقت الدين الاسلامي بيحاربوا ليه معايا؟ عايزين ليه ارجع تاني؟ عشان احنا للاسف بنتخيل ان باعتناقك الدين الاسلامي يبقى الدين المسيحي مش كويس، وده طبعا مش صحيح. ماشي احنا ما قلناش الدين المسيحي مش صحيح ابدا. يعني هي بس فكره ان احنا كمجتمع مش مؤهلين ان كل واحد يبقى حر. والكاهن او القس او كده المفروض انك يعني تديهم عذرهم، انهم اكيد عايزين يحافظوا على مكانتهم. ممكن يتخيلوا انك عايز تسلمي عشان تتجوزي اصلا. هم كلهم عارفين النقطه بتاع الجواز دي، كلهم عارفينها. يبقى زي طب ما انا كان بايدي انا في المسيحيه ان انا اتطلق منه واتجوز واحد تاني ويحل لي، مش ما يحلليش، لان هو خبى عليا ان هو انت جوزتي ياسين ولا لسه؟ لا لسه ان شاء الله. هو اصلا محبوس ياسين. يعني ياسين محبوس من يوم 7/5. ليه بقى؟ قالوا فتنه طائفيه وسبب في ناس ماتت وناس اتحبست وناس اتصابت ومحبوس، ويا عالم هيطلع ولا هيتحكم عليه يا عالم. هي في تهمه اسمها تهمه فتنه طائفيه؟ عاملين له فتنه طائفيه، وانا كنت محبوسه في فتنه طائفيه وتزوير. تزوير عشان قال مراتي؟ لا تزوير عشان كانت ورقه الاشهار مكتوب فيها انسه، وقالوا دي مزوره الورقه دي وانا ما زورتهاش. هو اصلا البطاقه دي اول مره اشوف بطاقه ما فيهاش حاله اجتماعيه. يعني في حصيله عشان انا مطلقه بس لسه حكم التطليق يعني ما نزلش على الكمبيوتر. بس نزل مسلمه اهو. ايوه نزل مسلم. ليه غيرتي من عبير لاسماء؟ اشمعنى؟ انه عبير حبيت اكون اسمي تبع في مسلمين اسمهم عبير. اسمع الله الحسنى. طب انت بصراحه شديده انت مش حاسه باي تانيب ضمير من اللي حصل في امبارح؟ انا صعبان عليا. صعبان عليا الناس اللي اتسببت في موت عشان هم ما يعرفونيش شخصيا، بس عرفوا ان في واحده اختهم في الدين فحبوا يدافعوا عنها. فصعبان عليه، ومهما قلت ومهما اتكلمت مش هقدر اوفي جميلهم ده عليا، ولا الناس اللي اتصابت، ولا الناس اللي حاليا محبوسه عشانهم بسببي، ولا هقدر اعوض ان هي فقدت. في مسيحيين ماتوا برضه كتير. ماشي، ما انا بتكلم على مسلم وعلى مسيحي. ما اقدرش يعني اكرم اي او الكلام اللي هقوله لها يعني اشيل عنها ان هي افتقدت ابنها او جوزها او اخوها او ابوها. ما اقدرش كمان، ومش بايدي. لو بايدي لو انا هموت ما كنتش هخلي اي واحد من الناس تتضرر. انت قصدك ان انت لو كنت رحتي تشهري اسلامك وطلقتي الدين الاسلامي من غير كل انهم يمنعوكي ويرجعوكي ويودوكي وكده ما كانش حصل مشاكل. وبقول برضو لو الكاهن طلعني للضابط او العقيد دهوت، اعتقد ان ما كانش هتحصل الاحداث دي نهائي. انا جايه عايزه عبير عندي. طب هي عبير انا في ايد الحكومه ولا مسلم هيقدر يزين ولا مسيحي؟ تعمل قضيه خطف بقى. ما كان في بلاغ خطف وعشان يقول له هي عبير يعني بيقول له انا خطفتها. طب وايه النتيجه؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي شاع؟ مين اللي اتضر في الموضوع؟ ابرياء ما لهمش اي علاقه ولا بيكي ولا بياسين ولا بالكاهن ولا بالظابط.
فعشان كده انا بقول لك هو موضوعك ده النهارده احنا مش مطلعين ولا دين اسلامي ولا دين مسيحي ولا انت غلطانه ولا مش غلطانه، احنا بس بنقول من خلال حلقتنا النهارده ان علاقه العبد بالله سبحانه وتعالى دي علاقه شخصيه جدا. ايوه طبعا. الدين اللي يعتنقه، اللبس اللي يلبسه، الصلاه اللي يصليها، لان انت ممكن تبقي لابسه كل الحاجات دي قدامي دلوقتي وانت مش خالصه لله. ايوه طبعا. ممكن تكوني كل اللي انت قلتيه ده مش حقيقي، ممكن تكوني حقيقي. فعشان كده بقول ان ما نشتغلش بس قضاة على بعض. أيوة. ان كل واحد يبقى حر، اللي عايز يعتنق يتنصر واللي عايز يعتنق الاسلام يعتنق. ماشي، ما انا بقول لك في الاخر هو ربنا اللي هيحاسبنا بالظبط كده. انت ما تعلميش انا فيا ايه وانا ما اعلمش انت فيك ايه، فاهماني؟ لكن انا مش هكذب، لان انا ما اخافش من على اي بشر على الارض قد ما اخاف من ربنا. مش هقعد اتظاهر واتجامل بالكلام اللي اقوله واغضب ربنا او اكذب، لا. صح غلط. طب انا عايزاكي تقولي كلمه دلوقتي من خلال برنامجنا لكل واحده فقدت ابنها او جوزها او كده بسبب احداث امبارح دي. انا قلت لك مهما قلت مش هعوضهم، بس كل اللي اقدر اقوله لهم يعني ربنا يصبرهم ويعوضهم، والاجر دوت ربنا طبعا سبحانه وتعالى مش هي يعني ربنا هيقف معاهم طبعا ويجعلهم في الجنه اللي هم الجماعه اللي توفوا يعني، واللي الصابين ربنا يشفيهم ويطلعهم لاهاليهم بالسلامه، وان شاء الله ربنا يعفي ويفك دقه المحبوسين باذن الله يعني. وياسين طبعا. اما انا من يعني انا اهو من غير ياسين ما انا برضو محتاجه، اي وحده محتاجه راجل يحميها ويقف معاها. والله هو الحامي مش الراجل. طبعا ده ربنا طبعا في الاول في الاخر، بس احنا كشعب مصري او كمثل عادي بيقول لك ضل راجل ولا ضل حيط. مش عارفه اقول لك رايي في الموضوع ده قوي يعني. بس كل اللي عايزه اقوله لك ان لا انا صعبان عليا المواقف دي كلها. يعني ياسين واحد من ضمن الناس المتهمين، ما عملش حاجه ايا كانت قدرته ان هو راجل. ياسين ما طلعش. هتفضلي برضه مسلمه ومحجبه ايوه طبعا. هو انا دخلت اسلام عشان ياسين، وكان ممكن يكون اي واحد غير ياسين. علاقتك باهلك ايه؟ لا هو انا ما فكرتش ان انا اكلمه ولا هم كلموكي من ساعتها؟ لان هم بس لما كنت معاكي بس لما كنت محبوسه طبعا اهلي كانوا رافعين لي محامي وكانوا جايين لي زياره مرتين، بس طبعا بحكم المحكمه يعني ما رضوش يعني خافوا علي، فما ولا شفتهم ولا خدت المحامي بتاعهم يعني. قولي لي المداخلات اللي في البرامج اللي عملتيها في وقت من الاوقات كنت انت اللي بتتكلمي؟ ازاي يعني مداخلات؟ يعني تليفونات يعني؟ تليفون كانت بتظهر مع اعلاميين في برامج معينه ساعه الحدث، هو انت كنت انت؟ ساعه الحادث؟ لا طبعا لا. ساعه الحادث هو انا كنت في ايه ولا في ايه ساعه الحادث؟ يعني ما كلمتيش استاذ محمود سعد على التليفون في برنامج من البرامج؟ مره. كنت انت يعني. وساعتها لما كنت تسمعي الاتهامات الكتير قوي اللي بتتهمي بيها. ايوه طبعا. كنت تحسي بايه؟ عادي. هو انا اتظلمت كتير. اتظلمت لما اتحبست في الكنيسه، واتظلمت لما طلعت من الكنيسه اتحبست شهر ونص في سجن الغمط، وحاليا بتظلم بكلام الناس وتهم الناس ليا وهي ما تعرفنيش وما كلمتنيش. قولي انت مقاطعه اهلك او يعني ما حصلش اتصال بينك وبين اهلك؟ لا. من ساعتها. طيب بتجيبي فلوس منين؟ ما انا قاعده مع ام عبد الرحمن وهي متوليه امري في الاكل وفي الشرب وبتعلمني، وعايشين انا وهي وبنتي مع بعضنا. بتعلمك ايه؟ الصلاه؟ بتعلمني الصلاه والصوم، وفي شهر رمضان بتعلمني التسبيحه والصلاه. وقابلتي ازاي ام عبد الرحمن؟ في المواصلات. قابلتها كنت في المواصلات وقعدت معاها يعني في العربيه واتكلمت معايا يعني. وعرفتني وخدتني معاها وانا رحت معاها. دلوقتي اللي يشوفني يقول لك لا دي بتكذب، دي تبع تنظيم جماعي لا انا ولا تبع تنظيم جماعي ولا اي شيء. انا وحده عاديه زي اي وحده، والظروف دي كلها جت قدامي والحمد لله ربنا وقف معايا ان انا اتعدى كل الخطوات دي. مين الاشاعات اللي اتقالت ان انت كنت متجوزه ساعتها عرفي ده حصل؟ لا هو انا ما كنتش متجوزه ياسين عرفي، لان انا اساسا كنت تعبانه وكنت في مستشفى الجامعه، كنت بتعالج من انيميا البحر المتوسط، كنت باخد نقل دم فخدت فيروس سي،
فكنت طول الفتره دي كنت في المستشفى. هو انا عملت عقد عرفي بس عشان سكن، لان انا من اسيوط وماليش حد هقعد فين. وطبيعي اي حد سواء راجل ولا ست يعرف ان واحده سابت الدين المسيحي ودخلت الدين الاسلامي هيخاف ان يخليني في بيته. وما فيش واحد هيرضى يديني مكان اقعد فيه الا ما كنت متزوج. فانا عملت عقد عرفي كده عادي عشان بس خاطر السكن، لكن ولا ياسين عندي ولا انا شفت ياسين، لان انا كنت في المستشفى طول الفتره دي كلها. عملتي عقد عرفي عشان ايه؟ عشان السكن، انك تسكني في بالظبط كده، عشان ما القى ينفعش سكن. يسيبوكي لوحدك يعني تسكني؟ طب ومين اللي هيرضى يسكنني؟ مفيش حد يقدر يسكنك لوحدك. طب ازاي واحد يعني حتى لو راجل او ست ما ينفعش ان تيجي واحده من المسيحيه تعتنق الدين الاسلامي عايزه تسكن، يخاف عليه، يخاف على نفسه. هو مش عرفه؟ مش عارفه. يعني وانا هاجي اقول لك لو سمحت انا عايز سكن عندك، تقولي طب اتفضلي وتفتحي لي بيتك. امال هيسالك انت مسلمه ولا مسيحيه؟ طب مش عايزه بطاقه وفي عقد بيتكتب؟ طب والبطاقه اللي معاكي ما انت مسلمه؟ لا البطاقه اللي معايا مسيحيه. طب البطاقه اللي معاكي مسيحيه وانس ما يديكيش شقه؟ لا يديني ازاي وانا معايا ورقه اشهار ولابسه طرح؟ انت رايحه تسكني هتطلعي له ورقه الاشهار؟ عشان اروح اسكن. وطلعتي له بطاقه فيها انا مسيحيه وانس؟ ايوه بالظبط كده. طب ماشي البطاقه مسيحيه وانسه وانت لابسه قدام الزي الاسلامي، طب ازاي؟ فاهماني؟ فهي الامور كلها جت كده مع بعضها. طب وانت لما عملتي عقد عرفي ثبتي انك مسلمه ازاي؟ يعني سبق يعني عملتي عقد عرفي مكتوب فيه انك مسلمه؟ مش حكايه مكتوب فيه مسلم، احنا عملنا عقد عرفي على اساس ان انا متزوجه، يعني ليا الحق ان انا اسكن عادي، ان يبقى لي مكان سكن عادي. لكن ينفع بنت بنوت او بطاقه مكتوب فيها انسه تاخد سكن وتسكن فيه وحدها لحالها كده؟ ما ينفعش؟ ما ينفعش طبعا اطلاقا. ده يمكن في الاحياء البسيطه بقى يعني. ماشي، احنا عادات وتقاليد عندنا في البلد ما ينفعش، او ان انا عارفه عادات وتقاليد بلدنا ما ينفعش. هو انت كنتش هتسكني في البلد، انت كنت هتسكني ماشي بس انا اتربيت فين وانشأت فين؟ فاهماني؟ فما ينفعش، وانا عارفه في مصر هنا ما ينفعش. والخطوره اللي انا كنت فيه ان انا سبت الدين المسيحي وجيت في الدين الاسلامي ما ينفعش. مين هيواجه نفسه المشكله؟ عقد عرفي برضو انت وياسين صح؟ ايوه عادي يعني عشان بس خاطر السكن، لكن ولا حصلت معاشره زوجيه ولا اي شيء نهائي. لان طول الفتره انا كنت في مستشفى الجامعه. وبعدين هو صعيدي وانا صعيديه زيه، واحنا اتنين نخاف على بعضنا، ولا عمره هو هيعمل لي حاجه غلط ولا عمري انا هضره في اي شيء غلط. فاهماني؟ يعني معروفه الصعايده دي بالشهامه والرجوله يعني. فهو واقف جنبيا وهو بيدفع ثمن لحد دلوقتي ولسه ولا اتجوزنا ولا في اي حاجه ما بيننا. مجرد ان واحده طلبت مساعده هو وقف معايا ساعده. طيب انت نفسك ترجعي تكلمي اهلك؟ عن لاهلي، عمر الدين الاسلام ما يخليني انسى اهلي، ولا عمرهم هم هينسوني. وإن الذين آمنوا طبعا مقصود المسلمين والذين هادوا اليهود والنصارى من آمن بالله والملائكة واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.